هو انا بيقولوا عليها ايه شغفي ايه في الحياه. في ناس بتعيش وتموت ما تعرفش شغفها ايه في الحياه، وفي ناس بتقول لك اصلا مفيش حاجه اسمها شغف. يا باشا ده كله كلام فاضي. في حته انا درستها لها علاقه بعلم الاسترولوجي يعني. بيقول لك انت المفروض عايش شغفك ايه في الحياه. بس خد بالك يا حاج ابراهيم، كل حاجه بتعملها وانت مبسوط فهو ده شغفك في الحياه، بغض النظر عن التعقيدات او يعني في بعض الكلمات من كتر ما الناس تتكلم عليها بدأت أزهق منها زي الشغف، بس من كتر ما استهلكت الكلمة فطلع ناس بقى شتموا على الشغف والكلام ده، وطلع اللي يقول لك بقى ايه، يا باشا انت تنزل عشان تاكل وتشرب والكلام ده. لا، هو كل انسان ليه شغف في الحياة، وشغف بمنتهى البساطة الشيء اللي بتعمله وانت سعيد ومبسوط. يعني انا دلوقتي بصور وانا سعيد ومبسوط جدا، الافكار اللي انا بقولها دي سعيد جدا ان انا بحاول اوصلها للناس، اذا ده شغفي في الحياة بمنتهى البساطة. عارفة لما تيجي تعمل شغلانة فتحسش بالوقت وما بتعملهاش بتعب ولا مجهود، بتعملها بحب. يعني انا دلوقتي المفروض كده شغال، هل انا حاسس ان انا ده شغل؟ ده انا قاعد متكيف، ده انا قاعد مبسوط جدا. هو ده باختصار الرسالة اللي ربنا خلقك ليها. ده لحد ما انا اعرف، ممكن اللي اعرفه ده يكون صح او مش صح، ده اللي انا اعرفه حتى الان.